كيرن سأيوب. السلام عليكم حسام متنسيات كرين سأيوب يوم 28 أكتوبر سنة كل 1000 كل جماعة اليوم دولوا الأخبار قلق لكم كسلف أخبار. أمنستي انترناشنال أكي مكره شمال توبيا لا أكفانا قلي سبب تبل سبب مرض إيبولا سبب مقدرة عافية أوغندا مدينة كامبالا قلت الدبات ألبوم تابعي أخبار سمات نحكم تفاصيل التلال لكم. التقرأي هلا كي مكره ولاد من آدم من دل أفنيل التلال سبت هلا زياد فنا كيدة حقوق الإنسان وما تفداي مربات إجل إلي سبب فرتكم هليت الدنيا منظمت متساقيت حقوق الإنسان أمنستي انترناشنال شرحات أمنستي انترناشنال حكومة توبيا عباي مداين شيري علاماتا وقرام عند تابتات بعد مداين تقرأ إجل تثبات هجوم عسكري ودك مهليت شعب هدف عسكريات إجل يلقبا حقوقه قلة تحفظ لهم إجل ديش توبيا من محذرات الذي برد لله حقيقات كم تختلف تقارير عند حبروا كلهم متبسط قوات من ضبط إن أهداف مدني إجل الدقوقو ليكا قدمت التوم مدير أمنستي انترناشنال من جنوب أفريقيا لقدم يتوده من وره نوفمبر سنة كلي 1010 وره يونيو سنة كلي 1010 وحتى ديش حكومة فدراليات تقليم تقرأ تطنحات توقت بزح جرائم من دا أجراء حقوق إنسانيات كم كيدا عند الشرات اللي نازل تقدم ديش حكومة فدراليات أسك تقرأ من حلف وقت لا أكاد مربات يقل تفدكم قدر ولا أكا جرائم يقل إيلا جري فراتكم اللي شرحام دي بحلفو أو الرحات أغسطس وسبتمبر الدواه مقالي وعد دعرو أبا قبا زبط طيران ليتا من سيس أسك عصر كلا سنة العاماروم أقروز اللي تركبوتهم أمئات مدنيين كم قتلوا عند الشرط أمنستي انترناشنال مثل ديش حكومة فدرالية التحريب شروك لهلا ديش إريتريام ديب اللي لتبهلا هلا جرائم شروك إقليل هلا فراتكم هليت حبرام حكومة فدرالية توبيا تديب حنتها هلا رد صدايت إنسانية تقل تابته أسكزي جرى لتبهلا هلا كيدة حقوق الإنسان بحر لا توم هيئات حقيقات يقلق بالهم حكومة توبيا قلت اسمها أمنستي انترناشنال ليكا قدمتم دي بوغندا من حلفت يوم 10 سبتمبر لتأوجال العد أمراض إيبولا من مراقبة فقركم هلا سما قدرت عافيتنا إلى دولة حبره اللوم اللي لشرح دي بكرا مباندي وكاسان دال بهلا إداراتنا إلى دولة ليتا انتشور على فيروس أسك أزي عاصمتنا إلى دولة لاتا مدينة كامبالا كم أصحابها حق ولا تأكداتو اللي شارح اللي لتهيب لها اللام مدينة كامبالا من حلف الجمعات ليتا 5 نفر بفيروس كم ثبتوا سما قدرت عافيتنا إلى دولة حبروم الذي بقى كان امرت كردونام لعلو ليتا منهم لتركبت نتيجات كمتا ولا مرض لأنتشر إقليلك بفرهة الليتم محبر سما قدرت عافية أوغندا الذي مدينة كامبالا إقل لترئي انبوت لها مرض أجيد إقل لسكرة لمدينة التمام قلت الدباء وبعد خطوات قلت نستا لما حبر طالب هلام رئيسنا نبا حبر لاتو دكتور ساميل ألو دي أدونغو اتهبي شرح حكومة تمدت حجار خطوة إنسات من قبي لما راد دي بكامبالا شنرب قل حدا كمتو أطفاق أدام حمامي بولا دي بلا حتى نقصص 1,000,000 سكان لنا برا مدينة كامبالا اتيوتو
اقل منظمة الصحة العالمية وبدأت مؤسسات عالم شو قولكم هلا عملت أمر حكومة أوغندا دي بمرد لأنتشر من هلا لتيلتن إدارات وقرور اقل أسرحة تعمل كم قفلة لتأمر السكلا بفيروس إيبولا زيادة 90 أوغنديين ثبوتامكم هلو ومنهم 40 كم موتوا منظمة الصحة العالمية شرحتهم اللي دي بأوغندا لأنتشر لها مرض إيبولا السكلا في الديس كم يتركبت له لتأمر بالأساس دي بكامبالا لنبرو إرترين لوزارة عافيتنا للدولة اللي تهي بحبريتات اللي تتبعو ودي بحرة قطوم اللي تدقوقو لأستهل حيثم ما تنسيت كرن سيو بقول يوم دولي على الأخبار دي بالله تاون هلام مثل كرن سيو بتقول لكم حيثم ما تنسيتنا يوم كل وقت موجود طبعا ما سامكم لنا أولا موضوعنا دبدوب جرائم شعبية تحنتي لا تبلارس لا دالي الزع السيوب كلاي موضوعنا تطور حرب أتوبيا وحاضرة حالة أقليم تجراي لخصيص ملهينا عادل صالح مثل ناشط مصطفى الحبشي لو دا مقابلات متابعتكم ومشاركتكم دي بنسي بأولا موضوعنا قلنا بس زعت سأيوب دبدوب جرائم شعبية دي في شعب إريتريا التاريخ بشريات بزح جرائم قابيتهم اللي دي بعلمنا لقبا وقبلها لجرائم من لحمك عند ترأوى السماء والسقا ولا توسق هلام لدي بإريتريا لقبا وقبلها لجرائم زياد كل مننا علم لفنتيو من هلام مثل فنتي طريقة لبقبي عند السترة والدبادبة رياي وسعماي حاقلتم اللي تنظيم مجرم من انبتباتوتو اتباد الشعب إريتريا لا تبقى سام أسكلا شعبيات لقاتلت آلاف من شعب إريتريا التادفون أمتم إلى تأمرهم سرهم مساجين هي أنبل إبلو التيسجون أمهلو سبقهم تأكيد طلبهم كل حكم جب الشعبيات لو ودي جرائم اتعلم يتراوي السمالات أن يقبي لامات باكاتهم لجري إريترين داليامي يكون حفرة الديبات الدفن وسكحفرة أنبل حكم شعبيات أي حكم بهلاته يوم دي بإريتريا قبل هلا جرائم وأكي أفعال أنبل ودول لو سبكيت من قلد ليو قلت رأسو قبل هلا مسكين شعب إن دي قبي اقل سيما ايولا لشعل الجرائم دبدوب من حرب أتوبيا أنبتا وديكتاتور السياس إبام سلام حرا لودا شراكة ومسنيوت حداث أنبلا تريد أتوبيا تايكس السوم حرب لموتو ولا تبطو إريترين دي بداخل إريتريا اتلا حرب مشؤوم بقصب اقل أشارككم أنبل عرف كل سنة ابكشت اقل شعب لبو انتو أبدأتم اتمدات حكم شعبيات شعب إريتريا أسكديش أمحرا عندما تاه كشو الشهلام آخر تعرفت العلاج بالشعبيات
ولادهم أو أبجتهم من عسكرية جبر لهربوا أجروز وأبعمر لتقدموا والدين من أبياتهم أفقرهم أبياتهم من دابوا منهم السكت أقارب وجيران إقليلي تو منعوهم كنا مثل تفكير بشر يكون شيطان الرجيم حاسبه ما يقبي لكن شعبية كل أفعاله وتفكيره من شواتين لك من عسكري جبر لهربو الداك الأريتريا كم شبابات درار تلقى الشعبية قبو أتكلا برك بتل اللي تحبرين من أسمرة من كرن من تسني من قلوج من دواي حفعبت من دك أمحري من بازي من شبح وقحتيلاي كم شبابات يقولي لتثبتون دسكو عساكر شعبيات ابتلاق مباشر عدمهم إقريت أفقرين اندبيلو أباروحتو لسكة مواطن عندك أتلقاهو قلوالدينو لأنه جنازتكم فرقو دول تبلوم أكلي مرارتا بإنسانية ليتا للحسس لفهم ما إلا لمن خلقت من إنسانية لتبرع الشعبية لكن كنا مثل جرائم فاش كدناتهم جنازتكم فرقوا يكون عندما قتلت اقل كرتوها يبل حد قطهم قرار لها قفتتهم وقبروهم بديهم لأتحفرتهم كم أبرياء لو اللي حكم شعبية الأجريو لها الجرائم علم وإعلام اندرقوا قليل شورو وإل وسوقوا شعبية اقل أريتريا اندل الجمتا كل رئاي ألبو وسامعاي انتو ترف هلام لا ما داخل أريتريا هلا الشعب لا بزحا ولا أكا جرائم بسطور سبت قد منه من داخل أريتريا فانقح فجر حق زوال شعبيات اقل شهادة ملبك مواطن إيه تركبني كشعبيات اتعلم بجرائم لتمتاور الألمو حكمتم حسب ما تنسيتنا دب جرائم شعبيات دي بشعب ريتريات حنتي لا تبرئيس دولي طلع لك دعا السيوب ثلاث سمة الحكم ودي بالله تامة الليل كي نبرة وكي منبرو كي نبرة وكي منبرو أسد دون كله والسم مزرو سترو والسم مزرو سترو ديبي مدرو لهلا كمس الحزان ودي حنطي قرو لنظر تقيا سنيت للسين ديبي مدرو هلا كمس الحزان ودي
حنطيقروا لنبر يا سنيت مسكين عند الحزاك السارو وتآثارك لسين من سلسبقوا وداروا أصبح يكون أمسي آكي نبرة وآكي منبرو آكي نبرة وآكي منبرو آسك مدول نكهلو والسب مزرو سترو والسب مزرو سترو والكامدر الأمر ولا مدر أبيه دي بحسابه يلقتي إلا اللي انت تحسبه والكامدر الأمر ولا مدر أبيه دي بحسابه يلقتي إلا اللي انت تحسبه ابعنتاتو لريان يلعقب بقلبه وانت نوسك ريو مزر الامر وسوه آكي نبرة وآكي منبرو آكي نبرة وآكي منبرو آسك مدول نكهلو والسب مزرو سترو والسب مزرو سترو ديبي مدرو لهلا كم سالحزاي والدين حنطيقروا لنبر حق يا سنيت لسئين ديبي مدرو لهلا كم سالحزاي والدين حنطيقروا لنبر حق يا سنيت لسئين عند الحزاك السارو وتأثر لسين من سلسبقوا
ودارو أصبحي كون أمسي كي نبرة وكي منبرو كي نبرة وكي منبرو آسف مدونك هلو والسم دروس الترو والسم دروس الترو كيرن سأيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حساب متنسيتنا يوم قاشاين تطبطنا معطامكم هلينا قاشاينا يوم الأستاذ مصطفى حبشي ناشط من أبناء تجراي، ناشط إثيوبي نقول عامة وهتم من أبناء تجرايتو. ومصطفى حبشي أمورته دي وسائل التواصل الاجتماعي ودي كمان قنوات تلفزيون باللغة العربية. هتول الهيب معلوماته بزيادة ديبو الاعتمده. فيوم تل موضوع لنتهاجك ديبو آخر تطورات مكم هلا ديب أرد ديب داخل أقليم تجراي. طبعا الموضوع اللي عندنا نتهاجك ديبو جيشنا إرتلي سبجوا عند قبائل اللي تحارب لهلا لمشكلة اللي مخصنا عند قبائلته وبقبائه ولادنا ديبوا لهلو أخبارهم قلنا أمر ضروري ووقفوا كيدكم هلا. فآخر تطورات على الأرض مكم هليت قلنا سألوته ومنه هي أسرع له كمان ناي إرتريين ديب قوات ناي تجراي لا أسرعهم ديب بحرب لا طبطبهم عدهم صار حناهم لتبهلله لكان أعتقد الهبنات وكفوته. وكمان أخيرا ديبا مفوض السلام قلنا تهاجيته. أهلا بك أستاذ مصطفى حبشي، إن شاء الله تكون فهمت كلامي. وطبعا كنت أنا ذكرت لك في المقدمة. أولا أرحب بك وأشكرك جزيل الشكر أنك قبلت دعوتنا وجيت لإرادة سعيب عشان توضح لنا الأمور. تفضل أستاذ مصطفى حبشي. عامة كده أحكي لنا الأوضاع في إثيوبيا وفي أقليم تجراي بالذات، الأوضاع العسكرية والتطورات عاملة كيف في الوقت الحالي. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك، وأنا سعيد جدا اليوم ضيف عليكم، وأتمنى أن أكون خفيف الظل على إذاعتكم وأقدر أوفر المتاح من المعلومات بالنسبة للوضع الميداني والعسكري في الحرب التي بدأت المرحلة الثالثة اللي هي لها أكثر من 50 يوم. كانت قتال متواصل من قبل الجيش الإريتري والجيش الإثيوبي وعصاباته وقوات دفاع تجراي. شهدنا جميعا أنه تم أسر عشرات الآلاف في خلال هذه 50 يوم، والاغتنام العديد من الأسلحة والآليات العسكرية من قبل قوات دفاع تجراي. واستطاعت قوات دفاع تجراي في خلال هذه 50 يوم أن تقاتل قتال متواصل دون استراحة
على حوالي 10 محاور التي بدأ فيها القتال أو محاولة الجيوش الغازية للدخول إلى إقليم تيغراي والسيطرة عليه. الأوضاع الميدانية في الوقت الراهن طبعا هنالك تضليل إعلامي كبير جدا تقوم به وسائل الإعلام الإثيوبية ونشطائها ومؤيديها عبر مواقع التواصل وعبر القنوات الرسمية الإثيوبية، بتدعي أنها أسقطت العديد من المدن بإقليم تيغراي، ولكن الحقيقة أن هذه القوات كانت تقصف هذه المدن طيلة 50 يوما بواسطة مدفعية بعيدة المدى وبواسطة طائرات مسيرة، ومعظم القصف الجوي والمدفعي كان يستهدف المدنيين الأبرياء العزل والمنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والمنازل. وتعرض العديد من المدنيين الأبرياء العشرات للقتل والجرح وإصابات متعددة في ظل النقص الحاد في الأغاطير الطبية بسبب الحصار المفروض. ومن المدن التي دخلها جيش العدو هي مدينة شيرة. طبعا الجميع المتابع الشأن عندما يسمع أن هذه القوات دخلت مدينة شيرة الجميع يعتقد أنها خاضت مع قوات دفاع تيغراي داخل المدن ثم استطاعت القضاء عليها والسيطرة على مدينة شيرة. طبعا هذا غير صحيح. نحن شهدنا قوات دفاع تيغراي طيلة فترة هذه الحرب هي عندما يشتد القتال وتتحرك الجيوش جيوش الأعداء محاولة التوغل داخل المدن، نجد منذ بداية الحرب يعني منذ أكثر من عامين أن قوات دفاع تيغراي تقوم بإخلاء هذه المدن حتى لا يتعرض المدنيين الأبرياء العزل للقتل، وأن يجد الأعداء يعني سلم أو شماعة يضعون عليها أو يعلقون عليها الجرائم التي يرتكبونها من اغتصاب وقتل ونهب للمدنيين. فإذا قوات دفاع تيغراي قاتلت داخل هذه المدن الأعداء سيجدون فرصة ويثبتون أنهم كانوا يقاتلون قوات دفاع تيغراي فحتى يبرروا على جرائمهم التي يرتكبونها. ولكن قوات دفاع تيغراي أذكى من ذلك، وكذلك الغادة في إقليم تيغراي استطاعوا أن يخلوا مدينة شيرة دون أي اشتباك عسكري مع القوات الغازية، واستطاعت قوات الأعداء أن تدخل مدينة شيرة دون أي مقاومة من قوات دفاع تيغراي. وهذه القوات الآن المدينة شيرة هي محاصرة من جميع المحاور، والله أعلم هل ستخرج أم سيتم أسرها. أما بخصوص بقية المدن التي يدعي النظام الإثيوبي أنه سيطر عليها ودخلها ليست هنالك أي معلومات صحيحة أو موثقة تؤكد ذلك عبر الفيديو أو عبر صور حديثة تثبت دخول هذه القوات إلى بعض المدن التي يصدر الإعلام الإثيوبي ونشطائها ومواقع التواصل والسيطرة عليها. لا يوجد توثيق كامل يثبت ذلك. وحكومة إقليم تيغراي عندما تخلي أي مدينة من قواتها تعلن تلقائيا بذلك بأنها انسحبت وأن الأعداء دخلوا المدينة كذا باسمها، كما صرحت حكومة إقليم تيغراي بدخول الأعداء مدينة شيرة. أكسوم ورامة وعدوى يعني لا زالت في يد قوات تيغراي ولا أكسوم ورامة وعدوى؟ يعني بالنسبة رامة تكون يعني قريبة من إريتريا أكثر من الاتجاهات وقت ما تجاه من الحدود الإريترية قريب. فأحوال المدن دي كيف؟ أحوال هذه المدن أستاذ الكريم كما أسلفت لك يعني حتى تاريخ اليوم كان هنالك قصف بواسطة طائرات الدرون على مدينة أكسوم وتنبيين عبي عدي وعلى مدينة مايقنطال. يعني كما ذكرت لك الأعداء يعني يستخدمون الطائرات المسيرة والمدفعية بعيدة المدى تمهيدا للدخول. ولكن هذه المدن الآن اليوم يعني في هذا اليوم 23 من أكتوبر تم قصف هذه المدن وتعرض يعني طفل يبلغ من العمر 2 إلى مقتل بواسطة طائرات الدرون. وليس هنالك دخول فعلي لهذه القوات داخل هذه المدن، وقد تكون هذه هنالك محاولة من الجيوش الغازية
لدخولها بمساعدة الطيران والقصف المدفعي تمهيدا للدخول، ولكن لم تدخلها هذه القوات حتى تاريخ اللحظة. هي مجرد بروباغندا إعلامية يقوم بها إعلام النظام الحاكم في إثيوبيا ومعاونيه من نظام سياس أفورقي، حتى يقوموا بإحباط الروح المعنوية لشعب تيغراي ولمقاتلين تيغراي، كما فعل يعني الجيش الأمريكي في غزوه للعراق عندما كان يعلن عن سيطرته لبعض المناطق، استطاع أن يحبط معنويات جيش العراق وفي لحظات انهار، ولكن ذلك لن يحدث في تيغراي بإذن الله. وهذه المدن كما أسلفت الأستاذ الكريم يتم وصفها بواسطة طائرات ومدفعية، ولكن لا يوجد دخول فعلي لديها، وإن كان تم ذلك لأعلنته حكومة إقليم تيغراي كما أعلنت دخولهم مدينة شير. جميل. طيب أستاذ مصطفى، قاعدين نتكلم في حاجة كده يعني في حول الأسرة، يعني الإعلام تيغراي ذكر أو كمان يعني قرأنا في وسائل التواصل الاجتماعي إنه حكومة تيغراي أطلقت الأسرى الإريتريين، يعني بما فيهم الإثيوبيين حكاية 9,000 أسير. طيب هنا كيف تمت العملية؟ هل في وساطة تمت بين بتاع الصليب الأحمر أو كان أي منظمات يعني عملت؟ كيف تم الموضوع؟ نعم، حكومة إقليم تيغراي أطلقت سراح 9,400 أسير، من بينهم أسرى إريتريين وأسرى أثيوبيين، ومن بينهم حوالي 400 مقاتلة من العنصر النسائي. تم إطلاق سراحهم يعني لأسباب يعني قيمتها حكومة إقليم تيغراي. ليس إطلاق سراحهم ليس بضمانات أو بالتزامات مع الصليب الأحمر، بل كان إطلاق سراحهم إطلاق من حكومة إقليم تيغراي نتيجة لاعترافهم بالجرائم التي ارتكبوها، ومقابل ذلك قامت قوات تيغراي بإطلاق سراحهم دون أي شروط أو دون أي صفقات أو بتدخل الصليب الأحمر. طيب كيف يعني العملية تمت؟ كيف إنه أنا كنت أقول لك العملية تمت كيف؟ معناها إنه كنت يطلعوا سراحهم يعني اتجهوا على اتجاه على وين اتجهوا وين؟ أسمرة اثيوبيا يعني البلد محاصرة. تفضل. طبعا أكيد اتجهوا على اثيوبيا، والبعض منهم قد يكون اتجه إلى المناطق المحاذية لإريتريا. وإطلاق سراحهم كما أسلفت لك يعني لم يتم بواسطة الصليب الأحمر أو بواسطة أي ضمانات، وإنما كان نتيجة لإقرارات الأسرى في الجرائم التي ارتكبوها، ومقابل هذه الإقرار أو الاعترافات التي سجلوها الأسرى قامت حكومة إقليم تيغراي بإطلاق سراحهم. طيب كذا عن الأقرار، يعني احنا سمعنا الأسرى الإريتريين أنهم كلهم كانوا مجبورين وغالبيتهم كانوا رايحين على الحدود أو كمان كانوا يعني يهربوا بجلدهم من النظام الإريتري إلى السودان، وبالتالي تم القبض عليهم، والبعض منهم كبار في السن، والبعض منهم اختطفوهم من الطرقات ومن المزارع ومن المكان المتاجر، وده كله اعترفوا بحال. يعني هل هذه جرائم يعني يطلع سراحهم مقابلة؟ يعني مين اللي اعترف بالجرائم أستاذ مصطفى؟ نعم هذه جزء من الأشياء التي تم إطلاق سراحهم من أجلها، لأنه نحن يعني للأسف الشديد شهدنا يعني الرجال في مقام آبائنا أو أجدادنا كبار في السن من الجيش الإريتري، يعني حتى أنهم لا أعتقد أنهم يستطيعوا القتال في مثل هذه الظروف وهم بمثل هذا العمر الطاعم في السن، يعني من 65 ولأعلى. فحقيقة هذا شيء مؤسف. ويعني حتى بعد الأسرى الإريتريين الذين تم استجوابهم حتى أنهم كانوا لا يعرفون إلى أين هم ذاهبون، أو كانت تأتيهم معلومات أن لديكم عمل في المنطقة الفلانية، وفجأة يجدون نفسهم أنهم في مواجهة قوات دفاع تيغراي أو أنهم يخوضون حرب. يعني معظمهم تم إدخالهم لهذه الحرب بالكذب والنفاق والتضليل من نظام السياس أفورقي، وكما أسلفت لا يعلمون إلى أين هم ذاهبون. كذلك الأطفال
وأريد أن أضيف شيء آخر أستاذ الكريم. السياس أفورقي يعني حسب المعلومات المتوفرة لدي من بعض الإخوة والأشقاء الإريتريين الذين زاروا مدينة أسمرة في الفترة الأخيرة، يعني هنالك حوالي 3 مدارس داخل إريتريا تم سجن النساء فيها. يعني بيقول لهم يا إما إنكم تضربوا لأزواجكم يجوا من المحجر عشان يتجندوا، أو أنكم هتكونوا محبوسين داخل المدارس دي. حوالي 3 مدارس، يعني عدد كبير من النساء الإريتريات. كذلك أيضا السياسة فرق تجنيد إجباري لكبار السن. جميل أستاذ مصطفى. الآن أنا هسه القصة هنا إطلاق على الأسرى. حكومة تجراي تعرف تدرك تماما إنه عقلية النظام الإريتري، يعني أنت أسير اليوم سلموه للنظام الإريتري، بكرة النظام الإريتري حيرجعه لوحداته، يعني ما حيرحمه، حتى ما حيعامله معاملة إنسانية، حتى إنه ما حيكرمه. عارفين ده كله. ودي وكانت في تجربة سابقة أيام حرب بادمة إنه الأسرى الإريتريين تبادل الأسرى حصل إنه الأسرى الإريتريين رجعوهم لوحداتهم. فليه هي جازفت حكومة تجراي بأسرى إريتريين لا حول لهم ولا قوة حتى الآن؟ حتى أقل حاجة كان تسلمهم يا أخي لجهة آمنة على أساس إن النظام الإريتري ما يرجعهم وحداتهم وما يعزوهم ما. فالحتة دي يعني فكروا فيها كيف. أنا شوية كده لو وضحت لي الحتة دي شوية كان كويس أستاذ مصطفى. كلامك منطقي وجميل جدا أستاذ. أنا أحاول بقدر الإمكان أنه أوضح لك الأسباب. أولا حاجة، إحدى الأسباب نحن شهدنا أنه في الأسابيع الماضية الأمم المتحدة والمنظمات أخلت رعاياها من مدينة مغلب واسطة الطيران. يعني لا توجد منظمات حتى يتم تسليم هؤلاء الأسرى إليها، لأن المنظمات المجتمع الدولي أخلت رعاياها من مدينة مغلب قبل حوالي 3 أسابيع. أي يعني لا توجد جهة مستقلة تتبع للصليب الأحمر أو من المنظمات الحقوقية المختصة بحقوق وقوانين الأسرى لكي تقوم باستلام هؤلاء الأسرى. وأيضا تعلم الوضع الذي يتعرض له إقليم تجراي في الداخل من قصف مدفعي وقصف جوي ومحاولة دخول، بالإضافة لسلاح الجوع المستخدم. فحكومة إقليم تجراي طالما أن ليس هنالك جهات قانونية مسؤولة يتم تسليمها هؤلاء الأسرى، قامت فرأت من يعني الأمثل أو من الشيء الأصح بدل أن يعني يظلوا يعني أسرى لدى قوات دفاع تجراي. في نفس الوقت هنالك محاولة توغل للجيوش الغازية وهنالك قصف الطيران ولا توجد جهة مسؤولة مستقلة يتم تسليمها هؤلاء الأسرى. قامت بإطلاق سراحهم كحل أمثل يعني. طيب هل كان هناك بالمقابل الحكومة الإثيوبية أطلقت سراح أبناء تجراي ولا ما عندها أسرى ذا؟ لا للأسف ليس هنالك أسرى من قوات دفاع تجراي بجانب الحكومة الأثيوبية ما تقوم بعرضهم على وسائل الإعلام وتدعي أنهم أسرى ومقاتلين في صفوف قوات دفاع تجراي. نحن نعلم جميعا أنهم مدنيين أبرياء عزل لا علاقة لهم بقوات دفاع تجراي. بعضهم كان مقيم في العاصمة أديس أبابا وبعض الأقاليم الأخرى وتم استهدافهم استهداف عرقي وتم سجنهم وتم عرضهم كأسرى، وبعضهم أتى من المملكة العربية السعودية واستعرضتهم الحكومة الأثيوبية في وسائل إعلامها كأنهم أسرى حرب. حتى بعض الذين قامت بترويج لهم الحكومة الأثيوبية بأنهم أسرى حتى ذويهم تعرفوا عليهم وتحدثوا عن ذلك بأنهم لا علاقة لهم بقوات دفاع تجراي، هم مقيمين في أديس وكانوا يعملون في محال تجارية وكذا. يعني ذويهم تعرفوا عليهم هو مجرد نفاق، ولكن لا يوجد أسرى فعليين لدى الحكومة الأثيوبية. جميل أستاذ مصطفى. كذا لو حدثنا عن المفاوضات، بكرة الطائرة حتنقل مسؤولين أو كمان مفاوضين من حكومة تجراي إلى جنوب أفريقيا، فأدينا يا ريت لو اديتنا معلومات أكثر يعني. والله طبعا يعني يوم الاثنين قصدي. تفضل. نعم واصل. نعم غدا إن شاء الله نحن في إقليم تجراي قد نكون يعني أحوج من النظام الأثيوبي لخطوة السلام وإيقاف الحرب والنزيف الذي يحدث بالإقليم، لأنكم جميعا تعلمون ما يعيشه إقليم تجراي لأكثر من عامين وحصار لأكثر من 3
سنوات، ويعني عدم توفر الخدمات الأساسية، يعني نحن نعاني ما نعانيه، قد نكون أحوج لهذا السلام من النظام الأثيوبي، ولكن للأسف الشديد النظام الأثيوبي يعول على حسم المسألة عسكريا، وبدليل الغصف الجوي الذي تم اليوم كما ذكرت لك سابقا على مدينة تنبيين عبية عدي ومدينة حوالي 3 بلدات أخرى. يعني النظام دائما يعول على العمل العسكري، والمجتمع الدولي متواطئ في هذه القضية، وهو يرى ويسمع ويشاهد كل التوثيقات التي تجرم النظام الإثيوبي والنظام الإريتري بالفظائع التي يرتكبونها في إقليم تيغراي. ومن المفترض يعني حتى إن لم يتم التوصل أو التوافق لسلام يوم غدا، يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على النظام الإثيوبي والنظام الإريتري، ويطالب بإخراج القوات الجيوش الإريترية الموجودة داخل إقليم تيغراي، لأن هذه الحرب إريتريا ليست لها فيها نهضة أو قبل حتى تقاتل أو تغامر بجيشها فيه. نعم، يعني هل يعني أنت تأكد لي يعني أو كان تأكد إنه بكرة الوفد أو كمان الوفد الآن موجود في يعني في جنوب أفريقيا عشان يوم الاثنين يبدأ المحادثات، صح؟ نعم أكيد، لكن ليس لدي معلومات تفصيلية عن من هم ممثلين حكومة إقليم تيغراي في هذه المفاوضات، ولكن بالتأكيد هم موجودين في جنوب أفريقيا نعم، يعني موجودين في جنوب أفريقيا حاليا. نعم. يعني تمام. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مصطفى حبشي، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ مصطفى حبشي، وباسم مستمعين ومتابعين راديو سأيوب الشكر لك ولمجهوداتك. وإذا عندك أي آخر كلمة كده تقولها يعني تفضل، أديك فرصة دقيقة. تفضل مصطفى. شكرا جزيلا أستاذ، أتمنى إنه أنا أكون يعني أجبت لك على النقاط المطلوبة، ونسأل الله الأمن والاستقرار والسلام لشعبنا في إريتريا وشعبنا في إقليم تيغراي، وكذلك أن يزيل عننا حكم الطغاة الذين يخاطرون بأبناء شعبهم ويزجون بهم ضحايا في الحروبات التي لن يبنوا منها سوى الخراب والدمار لمصلحة وجودهم أو تشبثهم بالسلطة واستمراريتهم في الحكم. والله الموفق. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناي محاد وحيد نسيول بيمن أكانو قال درقاقيو كتفتو قل يبتو يحميو فتتعان حقبت ميديو قانان قاكا تلاي مزانكو اللي كلو سبب كيتو بردو أساتيت فتيكي تعجن يا بايت تني شقيت وكرتايت قدم فتيكي تلاي مسنقاي عالكوكبرو باكشان كتربكو جاتاكيت وحرو أسرار لبيت باللوم دي ببلام سترا شاك حيل يوم مردي بممرو
عافيتنا نفا فتيك كمالك يا كالفا فتيك وجبة بني تاي حالفا مناي محاد وحيد نسيول بيمن أكانو قال درقاقيو كتفتو قلي يتبدو يحميو فتتان حقبت ميديو كانان قاقا تلاي مسانكا اللي كلو سبت كيت بردو كنينا تصبرو وان ربقا ينكيل بيدون بلو والطائم ما نفشامكي يسكدون بلو ما حد كشامكي علينكم قلو كانان قاقا تلاي مسانكو اللي كلو سببكي تبردو مسانكا يتبردني كم كنينا تصبرو وان ربقا ينكيل بيدون بلو والطائم ما نفشامكي يسكدون بلو ما حد كشامكي علينكم قلو هاي تمت تنسيتنا نا يوم برنامجنا قلناتمم أخبار إقلت قمقلكم التقرأ هلا كي مقرأ ولاد من آدم من دل أفنيل التلالة ثبت هلا زياد فنا كيدة حقوق الإنسان وما تفداي مربات إجل إلي سبب فراتكم هلات الدنيا منظمات متساقيت حقوق الإنسان أمنستي انترناشنال شرحاتم أمنستي انترناشنال حكومة توبيا عباي مداين شيري علاماتا وقرام عند تابتات بعد مداين تقرأ إجل تثبات هجوم عسكري ودك مهلات شعب هدف عسكريات إجل يلقبا حقوقه اللي تحفظ لهم إجل زي شتوبيا من محذرات الذي برد لله حقيقات كم تختلف تقارير عند حبروا كلهم متبسط قوات من ضبط إن أهداف مدني إجل الدقوقو ليكا قدمت التوم مدير أمنستي انترناشنال من جنوب أفريقيا لقدم يتوضح من وره نوفمبر سنة كلي 2010 وره يونيو سنة كلي 2010 وحتى ديش حكومة فدراليات تقليم تقرأ تطعنحات توقت بزح جرائم عند أجراء حقوق إنسانيات كم كده عند الشرات اللي نازل تقدم ديش حكومة فدراليات أسك تقرأ من حلف وقت لا أكاد مربات يقل تفدكم قدر ولا أكاد جرائم يقل إلى جرائ فراتكم اللي شرحام دي بحلفو أو الرحات أغسطس وسبتمبر الدواه مقالي وعد دعرو باقبا زبط طيران ليتا من سيس أسك عصر كلا سنة العامارهم أقروز اللي تركبوتهم أمئات مدنيين كم قتلوا عند الشرط أمنستي انترناشنال مثل ديش حكومة فدرالية التحريب شروك لهلا ديش إريتريام ديب اللي لتبهل هلا جرائم شروك إقليل هلا فراتكم هليت حبرام حكومة فدرالية توبيا تديب حانتها هلا أريد صدايت إنسانية تقل تابته أسكزي جرى لتبهل هلا كيدة حقوق الإنسان بحر لاتهم هيئات حقيقات يقلق بالهم حكومة توبيا قلت اسمها أمنستي انترناشنال ليكا قدمتم دي بوغندا من حلفت يوم 10 سبتمبر لتأوجال العد أمراض إيبولا من مراقبة فقركم هلا سما أضرت عافيتنا إلى دولة حبرها اللوم اللي للشرحة دي بكرا مباندي وكاسان دالة بهلا إداراتنا إلى دولة ليتا انتشور على فيروس
السك أزي عاصمتنا إلى دولة لا مدينة كامبالا كم أصحابها حق ولا تأكداتو اللي شارها اللي لتهيب لها اللام مدينة كامبالا من حلف الجمعات ليتا 15 نفر بفيروس كم ثبتوا سما قدرت عافيتنا إلى دولة حبروم الذي بقى كان امرت كردونام لعلو ليتا منهم لتركبت نتيجات كمتا ولا مرض لأن تشير إجلي لقبا فرهة الليتم محبر سما قدرت عافية أوغندا الذي مدينة كامبالا إجل لترئي امبوت لها مرض أجيد إجل لتكرا لمدينة التمام أجل تدبا وبعد خطوات أجل لتنسى لمحبر آل بهالام رئيس لنا بحبر لاتو دكتور ساميل ألودي أدونغو اتهبي شرح حكومة تمدت حجار خطوة إنست من قبي لمرض دي كامبالا شنرب إجل لحدا كمتو أطفاق أدام حمامي بولا ديبلا حتى نقصص مليون سكان لنا برا مدينة كامبالا اتيوتو اقل منظمة الصحة العالمية وبدأت مؤسسات عالم شو قولكم هلا عمل تأمر حكومة أوغندا ديبا مرض لأنتشر من لهلا لتيلتن إدارات وقرور اقل إسراحة تعمل كم غفلة لتأمر السكلا بفيروس إيبولا زيادة 90 أوغنديين سبوتامكم هلو ومنهم 40 كم موتو منظمة الصحة العالمية شرحتهم اللي دي بأوغندا لأنتشر لها مرض إيبولا السكلا في الديس كم يتركبت له تأمر بالأساس دي بكامبالا لنبرو إرترين لوزارة عافيتنا للدولات اللي تهي بحبريتات اللي تتبعو ودي بحرات قطوم اللي تدقوقو لأستهل حيثام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدولية ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنساء جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقلنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو